بيان إلى الرأي العام العالمي. لقد أثبتت الأنظمة السلطوية والديكتاتورية عبر التاريخ أنها عائق أمام تطور المجتمعات، إذ تقوم على تكريس السلطة المطلقة وقمع الحريات الفردية والجماعية، مما يؤدي إلى تعطيل الإبداع وإضعاف المشاركة السياسية وتهميش الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، وعلى رأسها النساء. هذه الأنظمة تتشابه في أدواتها: الإعدامات، الاعتقالات التعسفية، الرقابة الصارمة، وتوظيف القانون كأداة للهيمنة بدلا من أن يكون وسيلة للعدالة. ويبرز النظام الإيراني مثالا صارخا على ذلك، حيث يمارس الإعدامات بحق الشعوب إلى يومنا هذا، ويستمر في فرض قوانين مجحفة بحق المرأة مثل الحجاب الإجباري والقيود على الحقوق المدنية والسياسية، ليحول جسدها وحياتها إلى ساحة للسيطرة. إن هذا النمط من الحكم لا يوقف فقط مسار الإصلاح الاجتماعي والسياسي، بل يعمق الفجوة بين الدولة والمجتمع، ويجعل من مقاومة النساء والشعوب ثورة ضرورية للحفاظ على الكرامة الإنسانية والحق في الحرية. في مواجهة هذا الواقع، ارتفع شعار جينجيان آزادي في شوارع إيران عام 2022، وتحولت النساء إلى قلب الثورة وروحها، يتصدرن الصفوف ويواجهن القمع بوعي وإصرار، ويحولن رفض الحجاب الإجباري من قضية شخصية إلى رمز سياسي يفضح طبيعة النظام الاستبدادي. هذا الدور جعل المرأة هدفا مباشرا للسلطة التي لجأت إلى الاعتقالات الجماعية والعنف الجنسي كسلاح سياسي، والتشهير الإعلامي والقتل الميداني في محاولة لكسر إرادتهن وإسكات أصواتهن. وبين ضحايا هذا القمع الوحشي فاليوم استشهاد الشابة ساغار إيتيمادي التي فارقت الحياة متأثرة بجراحها بعد أن أصيبت برصاص قوات النظام خلال مشاركتها في الانتفاضة. إن استشهادها ليس حدثا فرديا، بل هو تجسيد حي لثمن الحرية التي تدفعه النساء في إيران يوما بعد يوم. إن استهداف النساء في إيران ليس استثناء، بل هو جزء من نمط متكرر لدى الأنظمة الاستبدادية التي تحكم الشعوب بالقوة، حيث يصبح جسد المرأة ساحة للسيطرة عبر القوانين التقييدية والدينية والعنف المباشر والرموز الإيديولوجية. هذا يربط نضال المرأة الإيرانية بنضالات نساء في سوريا ونساء العالم أجمع، حيث تستخدم نفس الأدوات لكسر المقاومة وإخضاع المجتمعات. ومع ذلك فإن النساء في إيران يواصلن المقاومة حتى داخل السجون، ويحولن معاناتهن إلى شهادة على أن الحرية لا تمنح بل تنتزع. اليوم ومع استمرار الاحتجاجات وتزايد الضغوط الداخلية والخارجية على النظام الإيراني الدكتاتوري، يتأكد أن الثورة النسائية في إيران ليست مجرد لحظة غضب، بل حركة متنامية تسعى لتغيير جذري في المجتمع والسياسة. ونحن نساء سوريا نعلن تضامننا مع النساء في إيران ومع كل امرأة تواجه القمع في ظل الأنظمة الاستبدادية والتمييز وتناضل من أجل حريتها. إن شعار جينجيان آزادي لم يعد محليا، بل أصبح نداء كونيا ضد الطغيان، يذكر العالم بأن حرية الشعوب تبدأ بحرية نسائها، وأن كرامة المجتمعات تبدأ بكرامة مواطنيها. وفي هذا السياق نوجه مناشدة إلى النساء في إيران وفي سوريا وفي العالم أجمع لتوحيد الصفوف وتعزيز التضامن النسائي العابر للحدود، بما يضمن رفع وتيرة نضالهن وتحويله إلى قوة جماعية قادرة على مواجهة القمع والدفاع عن حقوقهن، وترسيخ العدالة والمساواة في كل المجتمعات التي تعاني من الاستبداد والتمييز. علاقات دبلوماسية مؤتمر ستار 5/1/2026. جينجيان